هنا البوليس قالوا هذا هو الراجل اللي تنقلبوا عليه. خصصوا فريق من المحققين باش يراقبوا ميلفين فوستر 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. عيطوا ليه للتحقيق شحال من مره، دخلوا لجهاز كشف الكذب والنتيجه كانت انه تيكذب. هنا البوليس تاكدوا انهم شدوا السفاح، ولكن كان مشكل واحد: الوقت اللي المحققين كانوا حاطين ثقلهم كامل على فوستر ومراقبينه بانوا جثث جداد. في 17 شتنبر اكتشفوا الضحيه السادسه جيزيل لوفرن 17 عام، هذه المره ماشي في النار ولكن في غابه حدا المطار. هذه الجريمه وقعت في الوقت اللي البوليس كان اصلا مراقبين فوستر، ومع النهايه ديال عام 1983 الحصيله وصلت ل 15 جثه مؤكده وعشرات التقارير على اختفاء مومسات اخرين من شارع سيتاك. هنا المحقق رايكرت والفرقه ديالو عرفوا الحقيقه المره: ميلفين فوستر كان مجرد خيط بدون فائده، كانوا تابعين الراجل الغلط. القاتل الحقيقي كان باقي حر، تيقتل وهو مرتاح، وكان عارف علاش. تيختار المومسات بالذات حيت عارف ان هاد البنات حياتهم مهمشه، الرابط الوحيد ديالهم بالعالم هو زبائن مجهولين، وحتى واحد ما غادي يبلغ على اختفائهم حتى يفوت